من بعد اليوم وداعاً لفشل الكيك. هي من أسهل وأسرع الطرق اللي ممكن تجربوها، ومكوناتها كتير اقتصادية وموجودة بكل منزل. لا تفوتكن الوصفة، كتير سهلة وسريعة وأنجح من الكافيهات بمراحل. خلينا نتفق نستخدم نفس الكاسة لكل المقادير. بالبداية بنحتاج ل4 بيضات حجم وسط بدرجة حرارة الغرفة مع شوية فانيليا. استخدمت أنا المضرب اليدوي لتوصل الفكرة إنه ممكن نستخدم أي شيء متوفر، لكن الكهربائي أفضل. وبضيف كاسة سكر، وممكن نضيفه ربع إذا بتحبوا شوي السكر واضح، لكن كاسة سكر تطلع حلاوتها كتير معتدلة. وضفت كاسة زيت نباتي وكاسة حليب دافي. لازم يكون الحليب هون عنا دافي. لا تستهينوا بأول مرحلة في خفق البيض والسكر حتى يصير اللون فاتح، بعدين بتكملوا المراحل اللي حكينا عنها. ومنضيف 2.5 كاس طحين متعدد الاستعمالات، وظرف بيكنج باودر. أسهل من هيك ما ضل. بيض، زيت، حليب، سكر وفانيليا وبيكنج باودر. هي الخلطة كاملة، ما بتحتاج أكتر من هيك. بعدين أخذت قسم من الخليط اللي حضرناه وبضيف له معلقة كاكاو مشان نحصل على خليط الماربل اللي هو لونين. وعندي هاد القالب دهنته بشوية زبدة وطحين، أو ممكن تستخدموا زيت، سمنة، أي نوع عندكم. وهي خطوة لنحصل على كيك معنا ملزق بالقالب بيطلع معنا بكل سهولة وبيحافظ على شكله. بنبلش نحط الخليط بالتدريج. حطيت أول شي خليط الفانيليا، بعدين شوي كاكاو، ورجعت مرة تانية فانيليا وكاكاو. بهالوقت هذا نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 من تحت ومروحة، إذا ما في مروحة فقط من تحت. وإذا كان الفرن عندك بيشتغل من فوق وتحت فحطي صينية بالطبقة الأولى لتحفظ الحرارة أو تخفف درجة الحرارة العالية رح تجي من فوق الكيك. وشوية شوكولا قطع صغيرة إذا عندكم، وبعود خشبي بتعملوا هالشكل هاد لحتى تحصلوا على كيك شوي شكله رخامي أكتر. وندخلها على الفرن. تقريبا بياخد معنا وقت 35 دقيقة ل 40 دقيقة حسب نوع الفرن المتوفر عندكم، من دون ما تفتحوه أبداً. واختبار الاستواء بيكون كمان بعود خشبي. كل ما تعملوا هذا الاختبار قبل مرور 33 دقيقة على الأقل بالفرن، وهيك بيطلع معنا جاهز. قلبته، ممكن تزينوه بشوكولا، قدموه جنب القهوة، وكانت النتيجة أفضل من ما تخيلت وكتير كتير عجبتني. وممكن كمان تعملوا نفس الطريقة هاي بفانيليا فقط أو فقط شوكولا، يعني هي الخلطة بتزبط معكم لكل أنواع الكيك. ما تنسوا اللايك. سلام.